هنعمل النهاردة سمك مكاريل سنجاري بتتبيلة لذيذة جدًا وتنفع لأي نوع سمك تاني، هاعرّفكم كمان إزاي نخلّي السمك ما فيهوش أي زفارة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ويالّا بينا نبدأ وصفتنا. أول حاجة عندي 3 سمكات مكاريل وزن الواحدة حوالي نُص كيلو مفتوحين من الضهر ومغسولين كويس جدًا ومنقوعين في مَيّة وملح وليمون ومعلقة خل، بعد كده شطفتهم ونشفتهم كويس جدًا. عندي بقى للتتبيلة 5 فصوص من التوم، فلفل أخضر طماطم. عندي بقى خضرة عبارة عن بقدونس وكزبرة وشبت، عصير ليمون، بعد كده الملح وكزبرة، كمون، بابريكا، وآخر حاجة بقى 3 معالق زيت كبار، وبعد كده هاخد كل ده وهاضربه في الكبة. قبل ما أنزل بالتتبيلة أو الخلطة بتاعتي على السمك، هاقفل السمك بالشكل ده وهانزل عليه بزيت وبعد كده فلفل أسود وملح، وهاتبل كل سمكة من الجنبين كده من برّه، وبعد كده هاجيب بقى صينية مغطياها بورق ألمونيوم وهافرد السمك عليها بالشكل ده. طبعًا من الأفضل إن أنا أحط ورق زبدة فوق ورق الألمونيوم. بعد كده هانزل بقى بالخلطة أو التتبيلة اللي لسه عاملاها من شوية، هافرد على السمك كله، وبعد كده بقى هاخد الصينية بتاعتي هاحطها في فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. فأثناء ما السمك كان في الفرن، عندي بقى في طاسة على النار كده هانزل بزيت، وبعد كده هانزل ببصل جوانح، هابدأ أشوحه، وبعد كده بقى هانزل بفلفل أخضر متقطع شرايح، جزر مبشور ناعم، وهاشوح بقى كل الخضار مع بعضه. أنا عايزاه يدبل، وهنا الخضار أصبح جاهز. بعد كده هاجيب السمك من الفرن وهانزل بقى بكل الخضار اللي لسه مشوحينه على السمك كله. طبعًا أنا شوحت الخضار عشان لو كنت حطيته زي ما هو كان هينزل ميته على السمك والسمك هيبقى فيه زفارة وكمان الخضار. وبعد كده هاحط شرايح ليمون، وهارجّع الصينية تاني للفرن لمدة حوالي ربع ساعة وممكن نفتح الشواية كمان. وده السمك بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، ريحته تجنن وطعمه لذيذ جدًا وشارب من التتبيلة. جربوه بقى وهيعجبكم إن شاء الله. أنا سوزان محمد، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد، ولايك وشير، والسلام عليكم.